ايه الماركت شير بتاعكم ما بين في الكونسيومر الابليكيشن؟ زوم طبعا نمبر 1، ويمكن زوم من اكثر اعتقد اذا ماني غلطان او ما خانتني الذاكره من توب 5 موست جلوبالي ريكوجنايزد لوجوز ده حقيقي. بالنسبه للعالم. انا اجري ممكن اوافق جدا. هي اصلا بس كلمه عشان فيديو هو- كول بقت اسمها زوم. ايوه حتى لو هتخش على ابلكيشن هنتقابل على زوم النهارده. تخش على زي زوم النهاردة. كلينكس تبقى أيوة. كلينكس. ايوه Yeah. واي ثينك انه من توب 10 the most downloadable applications على فعلا. مستوى الكوكب. صح. هذا زوم كماركت شير للكونسيومر. زوم نمبر 1 باي فار يعني ما في مقارنه يعني. ما زال لحد اليوم يومنا هذا. ايه طبعا. م. على مستوى الانتربرايز احنا وي كم سكند فعلا. م. ماشي بس يعني ماشي 55.9% ده واخد اكتر من نص السوق يا باشا لوحده. إيه هذا ده؟ دوميننت. يا سلام برافو. واو. طب انا عندي سؤال في حته بس هذه ترى كمان انتربرايز. والله يعني الكونسيومر اكتر كمان من 55. كونسيومر 300 مليون يعني انت بتتكلم بيج ماركت شير نفسه. شوف على 60%. شوف في قطاع التعليم مثلا توب 50 يونيفرسيتيز في اليو اس 49 بيستخدموا زوم بديل باتفاقيه. اي عشان بتعملوا لهم بقى حاجات كاستم تلاقيكم صح؟ اي هذه ده بيبقى بقى بيستخدم من الخدمات. ده ايه ده يا مان؟ انا ما كنتش متخيل. لا ولا انا ايه ده انت بتحكي فيه ده، وغالبا انت لسه ما حكيتش قوي برضو يعني انا ما كنتش متخيل ان الموضوع اصلا. انا بالنسبه لي زوم كان كنا في دبي وكان دبي انت عارف مانعين كل حاجه. انستجرام كولز بوتم بقى عليكم وعلى بوتم. لا بس زوم شغال. كان في الاول برافو عليك. كان في الاول بوتم مفيش بقى فيس تايم مفيش الكلام ده. انت فاهم في الصحراء. ما انا عارف. وبعدين فجأة زوم عملوا ديل مع الحكومة، لان هم يعني الحكومة نزلت ان انت ممكن دلوقتي عايز تكلم اهلك في حتة هتشترك في زوم بسعر مخفض، صح؟ 50 درهم باين ولا حاجة كده عشان تعرف تكلم جلوبال في اي حتة بزوم. فاهم؟ فبقى الطريقة الوحيدة اللي ممكن تكلم بيها لو انت في دبي هي زوم. عايز تكلم حد في دبي زوم. فهم اصلا فرشوا اكبروا الدنيا كلها في الامارات. ايوه فدي كان وقتها انا كان بالنسبه لي بقى اكلم امي. فانا كنت عايز اسالك اصلا انتوا اكتر. كان السؤال قبل ما نشوف الشيرز ان انتوا اصلا بتارجتوا الانتربرايز اكتر ولا الكونسيومر اكتر؟ الحين صار في عندنا تركيز على مستوى الانتربرايز. يعني الكونسيومر يعني عشان هو بيجري لوحده يعني متفوقين بشكل كبير. هو استخدموه كبوتم وحاجات كده يعني. مش بقارن طبعا بس قصدي فاهم. ايوه انت لا عندك مش عارف ايه تيمز وبوتم مش هتقارنهم ببعض. لا انا فاهم. لكن زوم هو واخد حته هنا وواخد حته هنا. فاهم. تعالى نتقابل نعمل ميتنج موجودين. ماما عامله ايه موجود. بس بقول لك هو مش في دلوقتي كان في كمان موضه الايفنتس. ما هو بعد كل هذا ما اشترك. هو بيستخدم ال 45 دقيقه. لا هو ما والله العظيم. ما هو ده السؤال اللي بعده باشا. هو لو هيكلم جينيفر لوبيز برضه هيستعمل الفري. على فكره جينيفر اخر مره مكلماني بعد 45 دقيقه البتاع قطع. معلش ابعت لك لينك. هي اللي متكلمه مش انا. حتى خلاص تعال لي هفتح لك اياها. ماشي بس لو هتفتح للجيل اللي هو تفتح لي انا كمان. طب معلش سؤال واعذر جهلي يعني. انتوا بتعملوا الفلوس منين؟ بمعنى لانه احنا دلوقتي في عالم ابليكيشنز وفي عالم تكنولوجي وفي عالم موبايلات وكمبيوترات. كل حاجه فيها اعلانات، كل حاجه فيها سبسكريبشن، كل حاجه فيها خازوق somehow حتى لو فري. تمام. في زوم لما حد بيبعت لي لينك بقعد افكر اللي هو انت استفدت مني انا اللي بعت لي اللينك وما عملتش ريجستريشن وما اشتركتش بريميوم، ما دفعتش نكله وما شفتش اعلان. يس ما في اعلانات. ماشي ليه بقى؟ استفدت مني انا ازاي؟ والله انا لو تسالني عن رايي كان لازم نسوي اعلانات. صح. شغالين معاكم كان زمان معانا فلوس ياما. ايه كان اخذنا ماركت شير اكبر يعني زي ما يمكن يوتيوب بدا هذا بياخذها الان اب ادفرتايزمنت. هذا بياخذ الموضوع في مكان ثاني. يمكن كان وجهة نظر إيريك إنه هو يبغى يكون سكيور وبنفس الوقت إنه الإكسبيرينس نفسها تكون حلوة. هذا إيش بيخلق لويال كاستمر. لأنه أنت نفسك يعني أنت اللي شغال في الانتربرايز وبنفس الوقت إنك أنت الورد اوف ماوث كمان هتنتقل بشكل مرة كبير. وهذا اللي يمكن بس وبعد ما تنتقل هذا بيصير انت في عندك تيم عاد اللي هو الانتربرايز تيم اللي هو احنا بنمثله في الريجن. بس انت في عالم مثلا
المغتربين وامهاتهم ايه هتستفاد منهم ازاي؟ هو هيفضل شغال على الفري ومش هيشوف اعلانات، فانت مش هتاخد فلوس. ايه بس انت شوف، انتبه، انت اليوم لما تاخذ الماركت شير هذا بشكل كبير، طبعا الارقام هذه احنا بنقول 55 او 60% كانه رقم عادي، بس على مستوى الكوكب رقم لا مفزع. لا هلامي طبعا. فاهم، رقم كبير جدا يعني. فانت عشان تقدر تخلي الكاستمر متعود على طريقه زوم ويبدا يقارن اي ابلكيشن ثاني بزوم، انت لازم تخلي اللويالتي عاليه. عشان كذا انت لما اول ما بدت زوم في الجائحه كان يعطيك ساعه وزي ما تحب، ويبينار، ميتينجز، شات، يعني يتكلم وتفاعل على المنصه. خلى بيهيفير الناس كله صار يقارن في زوم، فصار زوم هو زي ما تفضلت انه صار هو الكلمه، انه يلا ندخل زوم كول، وممكن اللينك مش زوم اصلا. ففي ناس كثير اصلا بتسوي الحركه هذه. فالفكره انه هو صار يحسب انه الفيديو كونفرنسينج صار كلمه زوم، وهذه حاجه من التحديات ترى اللي احنا بنواجهها، ان احنا نبدا نوصل للعملاء كمان انه احنا مش بس فيديو كونفرنسينج. انا كان في دماغي انتوا فيديو كونفرنسينج بس. ايوه مهند، بس اجان انت بتشتري لويالتي صح، بس دي بتكلف فلوس، لان انت في الاخر عندك كلاود وعندك تخزين وعندك سيرفرز وعندك، ده انت عندك 300 مليون يا جدع. ايه طبعا، يعني اكيد بتدفع عليهم فلوس كتيره جدا، اكيد بيغرموك يعني. ايه، هذا احنا بنحسبها جزء من الماركتينج، من الماركتينج بادجت، انه هو كيف يخلي اللويال كاستمرز. فانتوا كل الريفينيو اللي جاي الشركه جايه من الانتربرايز؟ لا بس الحين 40 40% من الكونسيومر و60% من البريميوم سبسكريبشن و60% من الانتربرايز. بس طبعا انتوا لو كنتوا فتحتوا فعلا اعلانات كان زمانكم بتنافسوا مع ميتا. طب انتوا مش حاطين لها مش حاطين لها يعني بعد مثلا 6 سنين هنبتدي نحط كله او نبتدي ندخل اعلانات او يعني؟ بص انا بكلمك كانتربرنور دلوقتي، احنا بنتكلم كاخواتك دلوقتي. يعني انا دلوقتي عايز اعمل ابلكيشن، تمام، اعمل زيك هلبس احمر. لا شوف، انتبه، زوم من الشركات اللي عدت الكوفيد واستمرت. يعني من الكوفيد الى اليوم الافريج ريفينيو في السنه حوالي 5 مليار. ما نزل، ما صار له ديكلاين. ايوه من عشان انتوا وجدتوا في الكوفيد. ايه لا هو قصده احنا هم ما ظهروش في الكوفيد واختفوا مثلا خلاص بعدها، لا فضلوا مكملين. خصوصا انه في كومبيتيشن عالي يعني. انت كمان منافسينك يعني شركات عملاقه يعني. يعني سواء بتتكلم انت مايكروسوفت او افايا او سيسكو او ميت جوجل، شركات متوحشه يعني. فانك انت تنافس وتحافظ على مكانتك، هذا يعني في ثقه انبنت بشكل مره كبير على بس نرجع برضو لموضوع التخصص اللي هو كان بيتكلم فيه برضو. انا بالنسبه لي زوم هي دي الحته دي بس، لكن الباقيين اللي انت قلت عليهم دي حاجه من الحاجات. صح، فانا ده اللي مريحني. مظبوط، لان انا رايح له لوحدي، فاهم. هذه كمان بتفرق في الابتكار والتحسين والتطوير المستمر. لما انت تكون كل البادجت اللي انت بتستخدمها في التطوير في الاريا اللي انت بتشتغل فيها، هذا بيعطيك ايدج اعلى. اكيد. فانت لو لاحظت زوم عاده بعد ما تطلع فيتشر بعد 6 شهور واحد من الكومبيتيشن بيلحقنا، بعده ب8 شهور ما ده اللي بتقوله في الاول. لا وبصراحه انتوا الفيتشر لما بتطلع في زوم، خدت بالي الموضوع ده، لما بتطلعوا اي حاجه بتطلع صح من اول مره، مش بتقطع، مش بتلاقيها بتشتغل مره ومره لا خلاص هي طلعت دن.